يمة ربنا في بلادنا وتفرج وشوف ضفتين. يا صباح الفل. انا المهندس معماري شريف ابو زيد، ورجعت لكم تاني بتكلم في الموضوع اللي احنا بدأناه، ازاي تبني بيتك بأقل تكلفة واجود خامة واسرع وقت. موضوع النهارده الحلقة دي حلقة شيقة جدا وجميلة، ان احنا بنتكلم على الواجهات، ازاي تعمل واجهة بيتك. احنا حولنا موضوع الواجهات الى ممارسة عملية لصاحب البيت، ويلا بينا على طول نتكلم كده في الموضوع مباشرة. حضرتك ده كده اللي احنا شايفينه، ده الحجر اللي احنا شفناه من جوه هو نفسه الحجر الخارجي، نفس النوعية في كل حاجة، لكن احنا بنعمل كل حاجة في الواجهة من الحجر. شايف حضرتك اللي هي البرامق بنعملها من الحجر، الكوبيستا من الحجر، السلم من الحجر، الهاند ريل اللي فوق، وكل ده بيتخلق من الحجر. الأرضية طبعا احنا قلنا انها من الحجر. طيب الجديد اللي بقى في الموضوع ده، الجديد ان حضرتك وانت شغال انت اللي بتكون الواجهة بتاعتك. يعني ايه؟ واحنا طالعين بالحيطة مثلا، يعني هنتكلم على الجزء الخشن والجزء الناعم. حضرتك بتقول له لا انا عايز دي غشيمه ودي مش غشيمه، عايزها نص وعايزها كامله، عايزها كلها ناعمه، عايزها كلها خشنه. خلي لي الخشن ده ماشي بالعرض، خلي لي الناعم ماشي بالطول. كل ده حضرتك بتشوفه قبل ما العامل يبني الواجهه، فبالتالي بترتاح لها، او بتقول له لا طب خلينا بكره اقول لك، او تصورها، او تجيب حد متخصص تعرفه يجي يقول لك رايك، او تجيب انت الاولاد طب هات لي شويه حجر ملون نحطه نطعم بيه، لغايه انت كده ما ترتاح. ولما بتطلع الواجهه ما بيبقاش فيه مفاجاه. حضرتك البرامق اللي فوق والكوليسترا والهاند ريل وكل ده، حضرتك دي يعني انا مثلا عملتها وانا شغال، دي عباره عن الحجر اللي انا شغال بيه. الحجر اللي انا شغال ببني بيه، رحت قلت اوقفها راسي واعمل بيها برامق بالطريقه دي. حضرتك ببساطه شديده جدا تقدر انك تضيقها، توسعها، تعملها سوفت ايدج زي كده. يعني احنا عاملينها هنا سوفت ايدج. تقدر انك تعملها مثلثات، يعني تخليهم عاملين مثلثات. كل ده حضرتك بتمارسه وتعمله في الطبيعه الاول، وبعد كده هو لما ترتاح للشكل اللي عجبك بتقول له خلاص استمر كده. بس لا، ده انت تقدر تفك ده وتعمله تاني. يعني هو بعد ما عمله تقول له لا 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 فك لي ده مش عاجبني، وتعمله تاني بالطريقه اللي حضرتك مرتاح لها. كل التفاصيل هنا حضرتك تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز بالطريقه اللي تريحك، وهي حاجه مش متاحه الا في الاسلوب بتاعنا، ان حضرتك تشتغل الواجهه بتاعتك بايدك، بالتصور بتاعك، بالتجربه بتاعتك، بحيث في الاخر تطلع حاجه طالعه منك انت مرتاح لها، حاجه ما فيش مفاجاه. الحقيقه انا يعني الموضوع ده بالنسبه لنا مميز جدا جدا في شغلنا، وممتع جدا جدا. حضرتك ما تتخيلش كم الاستمتاع في التجربه وحضرتك بتمارسها عمليا. ان شاء الله انا منتظركم في الفيديوهات الجايه، عندنا برضو حاجات جديده هنتكلم فيها. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع طف وشوق